3 2 1. ازاي انا اهلي كلهم صيادين، مستحيل ابقى فريسه. يا اسراء العلامه جاتلك؟ لا يا ماما، لسه العلامه ما ظهرتش. انا لازم اخبي العلامه دي باي حاجه قبل ما اي حد يشوفها. لو اهلي شافوا العلامه دي ممكن يموتوني، بس انا مش هخلي اي حد يعرف. حبيبة قلب بابا جالها ايه؟ صيادة طبعا. اكيد يا بابا، انا بنتك لازم ابقى صياده. بالمناسبة دي يلا نطلع كلنا رحلة صيد. لا يا زياد، خليها يوم تاني. لا يلا بينا دلوقتي، احنا لازم نعلمك، انت جديدة في الموضوع. برافو يا زياد، انت بقيت شاطر قوي في الصيد. يا ماما دي اقل حاجة عندي. طب انا وشي اتبهدل تراب من الغابه، هروح اغسله. ليه يا اسراء؟ دول شوية تراب يعني. وانت مالك انت يا زياد؟ يا لهوي، انا مش لاقيه كونسيلر. اسراء اتأخرتي. ايه ده؟ ايه العلامة اللي على وشك دي؟ انت فريسة؟ الحق يا بابا. زياد ارجوك ما تقولش لبابا، انت اخويا. بابا في ايه يا زياد؟ بنتك فريسة وبتكذب علينا. اسراء بنتي. امشي من هنا بسرعة يا اسراء، انت مش هتعيشي معانا تاني. بابا ماما، انتوا هتتخلوا عني. قدامك 3 ثواني، لو ما مشيتيش هتكوني الفريسة بتاعتنا. انا خلاص بقيت لوحدي. الحقوا يا جماعه، في فريسه هناك لوحدها اهي، تعالوا نقسمها احنا الثلاثه. لا ارجوكم. مين عليه الدور في الصيد النهارده؟ انا هصطادها. هو ايه اللي حصل؟ انت؟ ايوه انا يا اسراء، ما تقلقيش، انا كنت بقول لهم اني هصطادك عشان اعرف انقذك منهم. عمر، انت شكلك اتغير قوي على المدرسه. وانت ما اتغيرتيش، لسه اموره زي ما انت. بس انت صياد يا عمر، وغلط تصطاد الصيادين اللي زيك. عارف، بس انا كنت هعمل اي حاجه عشان انقذك. شكرا بجد يا عمر. دول اهلي، ما ينفعش يشوفوني يا عمر، ما ينفعش. اعملي نفسك ميته. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمعي اللي بقولك عليه بسرعه. الحقي يا ماما، دي اسراء ميته وفي صيادين ميتين برضو. اسراء بنتي. ايه اللي حصل؟ اهربوا بسرعه، في صياد مجنون عمال يصطاد اي حد في طريقه، سواء كان فريسه او صياد. يلا نمشي يا سمر، اسراء ما بقتش من عيلتنا. الحمد لله مشوا يا اسراء، يلا بينا نهرب بسرعه. عمر احنا ماشيين بقالنا كتير، هو احنا رايحين فين؟ هنروح عند الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدك. مين ده؟ حد اعرفه ممكن يغير علامتك من فريسه لصياد. بجد؟ ايوه. اسراء انت لسه عايشه؟ زياد ماما وبابا فاكرينك ميته. ارجوك يا زياد ما تقولهمش ان انا عايشه. ماشي، بس امشي من قدامي دلوقتي يا اسراء، بدل ما اخلي اللي هم فاكرينه حقيقه. عمر اكيد هيقول لهم ان انا عايشه. ما تقلقيش، احنا وصلنا خلاص. هتعرف تغير العلامه؟ ايوه بس بشرط واحد. ايه هو؟ لازم تبدلي مع حد، هو كمان علامته هتتحول من صياد لفريسه. هبدل مع زياد اخويا. اسراء انت متاكده؟ اهلك هيتخلوا عنه هو كمان؟ لا مستحيل، هو ابنهم المفضل وبيحبوه اكتر مني. متاكده؟ تقدر تبدا. تقدري تشوفي العلامه دلوقتي. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ العلامه بقت سودة، ده معناه ايه؟ انا عارف زياد اخوكي، ومستحيل كنت اسيبك تعملي كده معاه. عمر انت قلت ان هو هيساعدني. انا ساعدتك فعلا. العلامه السوداء معناها ان انت ما تقدريش تصطادي. انت عايز تشلني؟ ما انا كنت فريسه وما اقدرش اصطاد. ولا حد يقدر يصطادك، انت كده محميه للابد. طب لو حد فكر يصطادني؟ الموضوع هيتقلب عليه وكانه كان بيصطاد نفسه. اسراء انا مبسوط قوي اننا هنتجوز. وانا عمر الحق، اهلي هنا وجايين ما علينا. تقلقيش، محدش يقدر يأذيكي خلاص. اسراء انت عايشه يا حبيبتي؟ زياد لما قال لنا ما صدقناهوش. انت كنتي مستخبيه فين؟ ومين الواد ده؟ ده عمر. ثانيه واحده، انت علامتك سودا ليه؟ انت غيرتيها بالميك اب تاني؟ لا طبعا. اسراء انا اسف، بس هو ده كان المفروض يحصل من الاول. زياد لا استنى، علامتي سودا. زياد انت وقعت على الارض ليه؟ انت عملتي فيه ايه يا اسراء؟ ما عملتش حاجه، هو ده كان مصيره من الاول.